عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة في قناة خالد أنمي يا صديقي. واحنا النهارده هنكمل قصة سيرو في النهاية الجزء الثالث. يبدأ بينا يا صديقي المشهد في مملكة مصاصين الدماء، هما بيعلنوا الحرب خلاص على البشر وبيبدأوا يجهزوا التعزيزات عشان هيروحوا يحلوا حصن قايتباي يا صديقي. هتقولي هو إيه هو حصن قايتباي ده؟ أقول لك يا صديقي هو في مستعمرات لبشر في كل أنحاء مصر. عندك حصن القاهرة اللي كان فيه يوسف وعمر وفي مركز القيادة، وحصن قايتباي ده موجود في اسكندرية يا صديقي. بيستعدوا للحرب وميكا كان حاضر الاجتماع دوت. طبعا مبسوط لانه ساعتها هيخرج وهيدور على يوسف، بس هو كان عنده معلومات ان يوسف في القاهره مش في اسكندريه، ولكن دي كانت محطه يا صديقي لان هما بعديها كانوا هيهجموا على القاهره. جبروت ما بعده جبروت يا صديقي. بنروح فين بقى؟ على مركز القياده البشري، بنقابل الجنرال المؤسس للجيش اللي انا مش هطلع عليه الاسم لانه مش هيظهر تاني اساسا. كلموا ان مصاصين الدماء بيخططوا ان هم يحتلوا حصن قايتباي. طبعا عمر نايم وفي سابع نومه وبيشخر كمان ولا كانه قدام قائد الجيش كله. اللي انا عايزك تفهمه يا صديقي من المشهد دوت ان جورين ليه علاقه بعيله هيراجي اللي هي مسؤوله عن الجيش، فرع منها ولكنه فرع صغير جدا، هم بيحتقروه اساسا، ولكن بسبب مهارات عمر العاليه فهو قدر انه يبقى واحد من القاده في رتبه مقدم، ولكنه عمره ما هيترقى اعلى من كده عشان هيخافوا على سلطتهم. بيدافع عنه صديقي من عيله هيراجي هو شهاب، الجنرال شهاب دوت جنرال يا صديقي من عيله هيراجي، وهو اساسا صديق عمر من وهم صغيرين، فهو دايما بيدافع عنه عشان برضه عارف مهارات عمر العاليه. فعمر بيسيبهم وبيمشي، بيقول لهم ابعتوا لي ملخص للكلام بتاعكم ده كله، وبيفتح الباب ويمشي يا صديقي. مين بقى يبقى مستنيه بره؟ يوسف يا صديقي، يكون لف عليه الدنيا لغايه ما لقاه. يقول له انت بقالك 10 ايام مختفي فين؟ انت مش وعدتني انك هتديني سلاح ملعون؟ انت لغايه دلوقتي ما اديتهولنيش ليه؟ وطبعا كل الكلام دوت هو ايه؟ في بوزيشن ان يوسف رايح يدي عمر بالشلوت، يروح عمر ماسك رجل يوسف ويروح راميه لورا. وعمر كده يقول كلمتين في نفسه ان هو مش عايز يوسف يفضل هنا وقت طويل عشان ما يجذبش انظار عيله هيراجي. ديت جمله غريبه شويه يا صديقي وهتفهم معناها قدام، بس عشان ما احرقش عليك القصه. المهم يا صديقي العزيز راح قايل له يعني انت عايز تاخد سلاح ملعون، انا هديهولك ولكن هيبقى عن مسؤوليتك الشخصيه، محدش قالك ما تتدربش اكتر من كده لو مت. يوسف طبعا يزقطط ويروح عمر نادي عليه يقول له يا يوسف. يوسف بقى بكل قلب طيب يروح لافف، يروح عمر مديله حته دين شلوت ويقول له اياك تاني تتجرأ انك تحاول تضرب القائد بتاعك، ويسيبه ويمشي. تربيه الاطفال صعبه قوي، عمر معاه حق برضه يعني. ينفذ كلامه وبيروح الفصل، ولكنه كان عايز ياخد شويه ناس تاني مع يوسف، فبيروح الفصل وبيلاقيه مروان ويوسف بيتخانقوا زي العاده. فيروح مروان مكلم عمر ويقول له يا قدم عمر انت بقالك 10 ايام مختفي ليه؟ احنا عايزين لو سمحت يعني ندخل ناخد اختبار السلاح. يقول ماشي تعالوا نختبركم. ويروح عمر يا صديقي مطلع سيفه، ولاول مره يا صديقي نشوف قدرات عمر الجامده يا صديقي، حرفيا الاوضه بتتقلب وبتتهز من قوه السلاح بتاع عمر، بس ان هو طلع جزء بسيط جدا من طاقته يا صديقي، يثبت لك ان عمر واحد بجد جامد جدا في الانمي. ويطلع قوته يا صديقي وتلاقي كل العيال اللي في الفصل بدأوا يقعوا، حتى من قوه عمر المعلمه عملت تعويذه عشان تقدر انها تحمي نفسها. معلومه صغيره، المعلمه دي اساسا تبقى في فريق عمر يا صديقي، اللي هو اقوى فريق في فرقه القمر الشيطاني اللي يبقى عمر القائد بتاعه. حتى هي عملت تعويذه عشان تعرف تحمي نفسها من قوه عمر الفتاكه. فتلاقي كل العيال بدأوا يقعوا، حتى مروان يسند على الترابيزه علشان ما يقعش يا صديقي. ويقول كده اللي معانا اللي هيعملوا الاختبار هو يوسف وياسين ومروان، والباقي اتدربوا اكتر لعل وعسى. يروح واخدهم ونازل يا صديقي في مكان تحت الارض، ده فيه اقوى الاسلحه اللي موجوده على الاطلاق، زي نفس السلاح اللي مع عمر، بس سلاح عمر اقوى بكتير قوي وهتعرف الاسباب دي قدام. ده غير ان انا ان شاء الله هعمل لك حلقه هحلل لك فيها صراع في النهايه من اوله لاخره يا صديقي. استنى الحلقه وما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك بما اننا بندردش كده. نرجع للتفاصيل. قول لهم كل اللي عليكم ان انتوا هتشدوا السلاح وهتقفوا في الدايره اللي عندكم هناك ديت، وبعد كده العقد هيتم، ولكن لو ما تمش العقد الشيطان هيسيطر عليكم. كده في الحالتين انتوا هتموتوا، يعني بما ان الشيطان اللي هيسيطر عليه انا هقتله. كميه تفاؤل تخليهم يحتلوا العالم يا صديقي. فالمهم فعلا كل واحد بيختار السلاح اللي هو عايزه وبيروح يقف عليه، يروح شادد السلاح ويقف جوه الدايره فيغمى عليهم. ونبدا يا صديقي بصديقنا يوسف. انا هحكيهم لك يا صديقي يوسف مروان ياسين بالترتيب دوت. يوسف يا صديقي بيصحى بيلاقي نفسه ان هو في الميدان بتاع دار الهرم يا صديقي، اللي انا قلت لك خليك من اول حلقه خالص يا صديقي، قلت لك خليه في بالك عشان هنحتاجه قدام. يشوف ميكا واخواته التانيين وهما موجودين، يقول له انت هربت وسبتنا رادد، ويقول له اطلع واظهر عشان خلاص عارف الحقيقه دي. يروح الشيطان رادد عليه من ميكا ويقول له انت الشيطان اللي انت اتعاملت معاه ده مجرد حقير بالنسبه لي، صرصار لا يسوى بالنسبه لقدراتي. ويروح صديقي مدخل اشواك في جسم يوسف ويروح معلقه في السماء، قايل له اديني قوتك.
يقول له انا ايه اللي يخليني اعترف بيك كسيد ليا؟ انا ممكن دلوقتي اخد جسمك واسيطر عليه. انت عايز تنتقم صح؟ انا ممكن ادي لك قدره انك تنتقم. يقول له انا عايز انتقم لنفسي. فالشيطان يا صديقي تقدر تقول كده ان هو بيعجب بيوسف، وفعلا بيوافق انه يعمل معاه عقد ويبقى يوسف السيد بتاعه. وبيقول جمله غريبه جدا ليوسف: بما انك السيد بتاعي هقول لك معلومه، انت في حاجه في جسمك مش مظبوطه، انت في جزء في جسمك يعني مش بشري. يوسف ما بيهتمش بالكلام ده وبينفض له. طب بالمناسبه الشيطان بتاع يوسف هنسميه اسمه اشيرامارو، انا اخترت ان اخد نفس الاسم عشان حبيته. مروان بينجح في العقد. نروح بقى لمين؟ لياسين. صديقي بيحلم باليوم اللي اخته ماتت فيه لما قالت له استخبى تحت السرير، وبيدخل مصاص الدماء وبيمص دمها وبيلاقي اخته وقعت، ومصاص الدماء بيمشي، فجاه بيلاقي ان اخته وقفت وراحت مطلعاه من تحت السرير. يقول لها ايه ده؟ انت حيه؟ تقول لها انا شيطان، انا الشيطان يا صديقي. طبعا ياسين واقف مذهول، اول مره يا صديقي، اول مره يتكلم مع الشيطان، فالمهم واقف مذهول. انا فحصت قلبك، انت ما عندكش اي ذره انتقام، انت عايز تعيش حياه مسالمه بسيطه. حتى الانتقام اللي انت بتقول عليه دوت حاجه صغيره، انت بتحب كل الناس، ما ينفعش عليك اللي تروح واخده جسم ياسين ومسيطره عليه، وياسين يا صديقي يطلع له قرن. قرن انت بتتريق عليه، اقول لك لا يا صديقي هو فعلا بيطلع له قرون وعينيه بتحمر، والشيب اللي بيبقى الشكل اللي بيبقى ورا الريحه بيتكسر. ساعتها عمر بيفهم ان الشيطان سيطر على ياسين. طبعا يوسف ومروان كانوا صحيوا خلاص وخدوا اسلحتهم بقوا في التمام، بيلاقوا ان ياسين بيضرب عليهم سهام، او حاليا الشيطان هو اللي بيضرب عليهم سهام، وبيقول بشر حقراء. دلوقتي يا صديقي هو بقى شيطان اكل لحوم البشر، ما تنساش ده. فعمر بيقول لهم انا هديكم اول مهمه ليكم بما انكم صرتوا من فرقه القمر الشيطاني، انكم تقتلوا الشيطان اللي هناك ده. طبعا هم مصدومين، هيقتلوا صاحبهم. طبعا ولا واحد فيهم اتحرك، يقول لهم يلا. ولما بيلاقوا ياسين بيضرب يروحوا الاثنين فعلا شادين اسلحتهم. هتقول لي ايه ده؟ هم فعلا هيقتلوا صاحبهم؟ يقول لك استنى بس يا صديقي، ويروح فعلا هاجمين عليه، وبيقدر يوسف بصنعه لطافه يسحب السلاح، يرمي السلاح بتاع ياسين بعيد عنه. فيروح عمر صارخ عليه ويقول له يا غبي، الشيطان جوه جسمه مش في السلاح. فعلا الشيطان يروح مدي يوسف بعيد ويرجع تاني السلاح. تتكلم وبتقول لقائد عمر ما ينفعش كده، يعني دول لسه مبتدئين وبتاع. بيقول لها تحبي تقتليه انت؟ فهي سكتت، تقول لها مش عايزه تلوثي دمك بيه، ها؟ مش عايزه تلوثي ايدك بدمه، ها؟ فالمهم يا صديقي نرجع تاني لمنظور ياسين، هو تحت السرير، ويروح يا صديقي يوسف واقف قدام ياسين ويقول له انا وعدت ان عمري ما هاذي اصدقائي، ويروح لامي سلاحه. فيروح ياسين شادد السهم ولسه هيرميه، يروح يا صديقي عمر متكلم يقول له يا ياسين انت امتى هتفضل مستخبي تحت السرير؟ قوم عيلتك بتناديك. ياسين الكلمتين دول بيتحفزوا، وفعلا بيطلع من تحت السرير يا صديقي وبيرجع لوعيه، وبيروح يحضن يوسف. ينتهي وكل واحد فيهم بياخد سلاحه. بينتهي بينا يا صديقي المشهد عند البوابه الخارجيه لحصن القاهره يا صديقي، وانجي ويوسف خارجين منها. ليه بقى؟ لانهم طالعين اول مهمه ليهم يا صديقي، يسمعوا حد بيصوت، فبيمشوا ناحيه الصوت بيلاقوا بنت بتتكلم مع عمر. هو بتقول له انت ازاي يعني تحطني في فريق مع شويه مبتدئين؟ طب انا كنت هفهم الموضوع لو كنت خليتني القائده عليهم، لكن انك تخلي انجي هراجي تبقى القائده عليهم، انا عمري ما اسمح بكده ابدا. يوسف يسال هو ايه اللي بيحصل ده؟ يقول له ما نعرفش، يعني هنفهم دلوقتي. وتروح انجي واقفه كده بنظره بارده تماما وضحكه ساخره قدام مي، فتروح مي متضايقه. البنت دي اسمها مي يا صديقي يعني عشان تدخل معانا في الحوار. مستفزه. يقول لها انت ما عندكيش مانع انجي ان تبقى مي في فريق صح؟ تقول له لا عادي، انا معايا شهاده معامله اطفال هعرف اتعامل معاها. فتروح مي متضايقه وتروح مطلعه سلاحها وتبدا تهجم على انجي، فتروح انجي برده مطلعه سلاحها وتهجم على مي. فيروح البرنس عمر رافع سيفه من غير ما يفعل طاقته يا صديقي الكلام ده، ويروح داخل في اقل من ثانيه رامي سلاحين الاثنين وماسكهم من رقابي، بيقول لهم هدخلكم الحبس الانفرادي لو فضلتوا تتخانقوا. والاثنين بيجيبوا ورا يا صديقي. عمر يعرفهم على المهمه، يبدا يا صديقي عمر يعرفهم على بعض، يقول لهم دي زميلتكم الجديده ودول زمايلك الجديده، خلوا بالكم من بعض ولازم تخلوا بالكم من بعض والكلام ده يا صديقي. ولكن فجاه تصرف غريب جدا من مي انها بتهجم على يوسف برجلها، فيروح يوسف صادتها بايده. اي نعم ايده بتوجعه بس عادي يعني ابن خالنا قوي يعني. يروح عمر بدا يشرح لهم المهمه، انتوا هتروحوا حصن قايتباي اللي في الاسكندريه، عندكم مهمه هناك، انا برضه هتوجه لهناك ولكن من طريق مختلف، لانكم الاول هتعدوا على حي الحسين، عندكم مهمه هناك هتنفذوها وبعد كده هتيجوا على قلعه قايتباي، مفهوم؟ يقول لهم طبعا انتوا بتسالوا احنا ليه في اقل فرقه عندنا من 5 افراد؟ لان مصاصين الدماء بيبقوا مسلحين واقل من كده بيبقى في خطر على حياتكم. يلا امشوا. بس كده يا صديقي، ويروح عمر داخل الحصن تاني بتاع القاهره وسايبهم هم ماشيين في البراح اللي هم فيه،
وفعلا هيبداوا يمشوا. مي كل حاجه بتفضل تتكلم عليها، خلي بالكم ايه كنتوا تفقدوا حذركم، انتوا ممكن تموتوا في اي لحظه. هتقول لي يا صديقي البت دي مالها مروشه كده ليه؟ هقول لك هتفهم يا صديقي قدام، ما تسبقش الاحداث. وفعلا يا صديقي بيفضلوا يمشوا لغايه فجاه ما بيسمعوا صوت سويت. ايوه كده زي صديقي ما بقول لك، صوت سويت، بنت صغيره بتصوت وبتطلع تجري، وفي وحش من وحوش يوهان بيجري وراها. يوسف ساحب سيفه ولسه هيروح عشان ينقذها، تروح مي موقفه وتقول له مصاصين الدماء بيعملوا كده كفخاخ. لكن يوسف يقول لها مش مهم، انا مش هسيب البنت تموت. وفعلا يا صديقي بيروح عشان ينقذها. الوحش ده خلاص يا صديقي كان هيقتلها، فيوسف يروح متدخل وفعلا ما انقذ البنت. فمي تروح متدخله ومنقذه البنت، فالاثنين التانيين يبقوا عايزين يدخلوا، فتروح انجي موقفه تقول لهم استنوا بس. وفجاه بيلاقوا مصاصين الدماء، 3 من مصاصين الدماء نازلين عليهم من الهواء وبيهاجموهم. فتروح انجي والرجاله متدخلين عاملين معاهم الصح، ويروحوا قاتلين وحش يوهان وياخدوا البنت. ولكن مصاصين الدماء بيجروا لان هم كانوا محتاجين ان هم ينسحبوا. فعلا يا صديقي بياخدوا البنت لمعسكر صغير كده بره. صديقي مي مديه يوسف بالقلم يرزع وشه. انا مش فاهم يعني ايه يرزع وشه، ولكن هي جت كده. انت خالفت الاوامر، انا اديتك امر انك تفضل ثابت في مكانك. يقول لها حتى لو كان رجع بيا الزمن كنت هعمل كده، لو عايزه تضربيني اكتر عشان تنفسي عن غضبك انا ما عنديش مانع. فتروح سايباه وماشيه، تقول الواد ده ما فيش منه فايده. مش الصديق ياخدوا شاور ويتكلموا شويه ويرتاحوا يا صديقي. وبنعرف بقى قصه مي من انجي. ان مي يا صديقي كانت متهوره كده زي يوسف زمان. زمان ايه دول اطفال يا صديقي اساسا، ولكن يعني كان زمان كانت متهوره زيه، لدرجه ان الفرقه بتاعتها بالكامل ماتت بسبب تهورها. كانوا في مره بيواجهوا وحش من وحوش يوهان، وهي اتغرت في قوتها فتهورت، فراحت تهجم على الوحش بمفردها، فكان هيقتلها، فالقائد بتاعها جه انقذها ومات هو بدلها، والفرقه كلها ماتت بسبب تهورها يا صديقي. بيخرجوا بره وبيقابلوا البنت. هتقول لي ما كانوا سايبينها بره؟ اقول لك لا يا ظريف، ده هي كانت قاعده في المعسكر. فالمهم يا صديقي بيقابلوا البنت وبيقولوا لها هو في كام مصاص دماء جوه؟ فتقول لهم 8. وفعلا يا صديقي يروحوا لمين عدتهم ورايحين يا صديقي على المكان اللي مستخبيين فيه مصاصين الدماء في حي الحسين، مكان كده تحت الارض تحسه فجوه. ويروحوا فعلا يا صديقي نازلين ويقابلوا مصاص دماء في وشه. فتروح مي مديه علامه الاستعداد، هيروحوا يحاربوه. فيروح يوسف طالع عليه ويروح قسمه نصين. فمي تيجي عشان تضربه القلم التاني، يروح ماسك ايديها ويقول لها انت اديتي امر الاستعداد والهجوم، يعني انا ما خالفتش قوانينك، فهدي كده بقى انا مش ملطشه ها. وهو بيكلمها يا صديقي بيجي مصاص دماء كان هيقطع مي النصين من ورا، فيروح يوسف شاددها ويروح داخل فايت مع مصاص الدماء دوت وبيقتله برضه يا صديقي. يوسف عامل ابهارات في المنطقه. عمقوا اكتر، فجاه بيلاقوا مكان كده فيه ازاز من ورا، وقدام في كده مكان زي عالي كده وفي فجوه مفتوحه لفوق والنور نازل منها. هتقولي انت ليه بتشرح لي التفاصيل الدقيقه ديت يا صديقي؟ اقول لك عشان هنحتاجها. فجاه بيلاقوا مصاصين الدماء طالعين من قدام ال8، فاهم؟ ال8 طالعين من قدام وهم واقفين وبيستعدوا. فجاه يلاقوا فيه من ورا الزجاج بيطلع لهم مصاصين دماء، ويروحوا ماسكين مي علشان يقتلوها. فمي تقول لهم اهربوا خلاص سيبوني، انا ما بقاش ليا حياه تاني. طبعا هي ما قالتش كده يعني، ده من المؤلف يا صديقي. فالمهم يا صديقي العزيز يوسف يقول لها احنا مستحيل نهرب. وفعلا يا صديقي يطلعوا يهجموا ويوسف يطلع يهجم على مصاص دماء اللي ماسك مي. وفعلا يا صديقي بيقدر ان هو يوصل ويقتله وياخد مي يا صديقي، وبيفنشوا كل مصاصين الدماء يا صديقي. خلاص يا صديقي خلصوا المهمه واهتموا بالبنت وطلعوا كل البشر اللي كانوا موجودين تحت ووصلوهم خلاص مع الجنود اللي جايين يستلموا البشر. تيجي مي وبتفضل تقول له انا طب شو يقول لها في ايه يا بنتي مالك؟ تروح قايله له مفيش انا لسه بكرهك، وتروح سايبها وماشيه. تيجي قبل الكلام دوت يا صديقي، فهي كانت بتقول له انك انت ما غلطتش لما هربت، لانها عرفت قصته من انجي. انجي دي تحسها المخابرات بتاعتهم. فالمهم عرفت قصته من انجي ان هو هرب وهو صغير، فقال لها ما تتكلميش في الموضوع ده. هي كده تبدا بقى تقول له الكلام اللي انت شفته في الاول ده يا صديقي. ده يستريحوا شويه وفي مدرعه يا صديقي مركونه جنبيهم. فيروح مروان ده تحسه كده مهندس في نفسه يصلحها فعلا. ويوسف يقول له نفسي اخد بيها لفه، انت مدهش، ممكن تعلمني السواقه؟ فيقول له ماشي يعني قدام بس مش دلوقتي. ففعلا يروح عشان يبلغ انجي ومي وياسين ان العربيه خلاص اتصلحت وبقى معاهم مواصلات عشان يروحوش للاسكندريه مشي. يلاقي ايه يا صديقي؟ يوسف الواد الفتيك ركب العربيه ودخل بيها في عمود نور. طبعا كلهم بيصوتوا. انجي بقى فتروح عند العربيه وتروح راكباها. المشكله يا صديقي ان انجي وشها مش باين من الدركسيون. فطبعا مروان ويوسف يفضلوا يضحكوا، فتروح انجي مفجراهم حرفيا. بس صديقي بعد كده بياخدوا طريقهم وبيروحوا ناحيه الاسكندريه على حصن قايتباي. وهم ماشيين يا صديقي بيقابلوا مين بقى؟ بيقابلوا مصاص دماء واقف في طريقهم. فيروح يوسف متعرف على مصاص الدماء دوت ان هو واحد من النبلاء يا صديقي، وركز مع النبيل دوت عشان هنحتاجه برضه قدام يا صديقي. فيروح يوسف قايل لمروان ما توقفش ودوسوا، ويروح نطين من العربيه ومخلين العربيه ماشيه ستريت مستقيم. فيروح مصاص الدماء يا صديقي بايد واحده ماسك العربيه ورافعها،
وراميها عليهم، اللي هو انتوا بتيجوا عليا بعربيه؟ انتوا مفكرين ان انا هموت كده يا اولاد بشر. وفعلا صديقي بيخشوا معايا في فايت، ولكن مصاص الدماء ده تقدر تقول كده صديقي ما كانش مظهر اي حاجه من قوته، كان بيلعب معاهم وكان هيقتل انجي لولا ان يوسف اتدخل ورمى السيف بتاعه لصديقي بعيد. مهاراتك في المبارزه حلوه قوي. وبيرجع لورا وهم كمان بيرجعوا لورا. خادمتين النبيل دوت بيجوا وبيدوا له سيفه وبيقولوا له السيف السابع السيد فريد عايزك، فيقول لهم فريد لو ما رحتلوش هيفضل يبقبق كتير، فانا لازم اروح له. يقول لهم سلام دلوقتي يا ماشيه، لو شفتكم تاني هقتلكم. يوسف يقول له انت لسه رايح فين؟ يلاقيه وبقى وراه صديقي وراح زقه ويقول له سلام يا ماشيه، ويروح صديقي مصاصين الدماء دول مختفيين يا صديقي كلهم. احنا كنا هنموت الحمد لله عشنا. اصل مصاص الدماء ده فعلا الصديقي لو كان مسكهم كان هيعلقهم. وفعلا يا صديقي بيكون وصلوا لقلعه قايتباي، الحصن المنيع في اسكندريه يا صديقي. السؤال ده يا صديقي خطر في بالك، فانا هجاوبك عليه من غير ما تقولي، لان انا عارف كل الاسرار اللي في الانمي. المهم يا صديقي اكيد سالت نفسك معقوله عمر يبعتهم مهمه فيها مصاصين الدماء وخطيره؟ اي يا صديقي خطيره ما تستهينش بالمهمه، وهم لسه حتى ما تعودوش على اسلحتهم. اقول لك يا صديقي ما انت مش فاهم، عمر كان باعت وراهم واحده من جنوده اللي في الفريق بتاعه الشخصي، اللي هم اقوى جنود موجودين في الجيش كله. فهمت يا صديقي؟ عمر مش غبي صديقي. فانا قررت اعمل حاجه مختلفه يا صديقي في نهايه كل فيديو، ان انا هسالكم سؤال والناس اللي هتجاوب هطلعوا معايا الفيديو الجاي. السؤال يا صديقي بيقول احمل دماء الملوك لكني لست الا دميه والموت ليس نهايتي فمن اكون؟ جاوب يا صديقي في الكومنتات. لو تنساش تعمل سبسكرايب ولايك، لان الحلقه الجايه دمار، حرب حصن قايتباي وملك بيوسف يا صديقي. والى اللقاء.